مباراة هربانة من 2000 ومليون أو 2050 2060 2000 وقد ما بدك، يلي عم تشوفني هلأ بهذا الفيديو الخاص لمباراة باريس وبايرن ميونخ. مباراة استوفت بكل الشروط، كانت مباراة مجنونة لأبعد الحدود. شفنا فيها سيطرة هجومية من قبل الفريقين، سواء كان من بايرن أو من باريس. في أخطاء وهفوات دفاعية كبيرة من قبل الفريقين، لكن المباراة كانت لعبت على الفرديات، لعبت على طريقة اللعب لمهارات اللاعبين، سواء كفاراتسيليا أو ديمبلي، هاري كين أو لويس دياز. شفنا تفاصيل صغيرة يلي ساوت المباراة كمباراة مجنونة، خصوصا بعد ما بلش بايرن ميونخ بالمباراة وضغط. وكليات أنا توقعت إنه بايرن ميونخ راح يقصي باريس ويستحوذ على اللعب وينهي المباراة بطريقة الشوط الأول، إلى أن باريس عاد بالنتيجة وبعدين فتح الباب على مصراعيه لباريس سان جيرمان. بدي أقول ريال مدريد وبرشلونة، يعني مبروك انكم طلعتوا من الادوار الاقصائيه لدوري ابطال اوروبا، لانه دوري الفلاحين عم يحصد حصد بالفرق. باريس سان جيرمان ما بيلعب بالادوار الاقصائيه، شفناه اليوم، شفناه مع موناكو، شفناه من قبل. باريس سان جيرمان بس يحط رجله بالادوار الاقصائيه بيتحول لوحش. كان نايم بدوري المجموعات، شفنا انه خسر مع بايرن ميونخ مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. لكن على الشق الثاني بايرن ميونخ هو أفضل فريق أوروبي حاليا، يتوازى أو يتساوى مع مع باريس سان جيرمان من جهة المهارات، الفرديات، عناصر اللاعبين الموجودة، الوجوه الشابة الموجودة بقبل الفريقين. لا تقلي انه ريال مدريد خسر المباراة من بايرن ميونخ وكان ممكن انه يقدر يعمل شيء قدام باريس، لانه مثل ما شفنا لو هذا الدفاع الموجود كان اليوم هو دفاع بقى ريال مدريد، كان رح تخلص المباراة تقريبا 7-8. لا نشوف سيناريو جديد، لكن ضد هالمرة الغريم ريال مدريد وليس برشلونة من فريق باريس سان جيرمان. لنرجع شوي للمباراة ونحكي عن التفاصيل. شفنا السرعة الهجومية، مباراة كانت مفتوحة على كلا الطرفين، سواء من بايرن أو سواء من باريس سان جيرمان. طريقة اللعب كانت محروفة من قبل الفريقين، هفوات دفاعية مثل ما قلنا، حراس ما كانوا موجودين إلا اللي الكرة اللي كانوا يقدروا يصدوها، لكن أغلب الشوطات اللي تسددت على المرمى من قبل الفريقين كان لا يلائم فيها الحراس، يعني ما كان في أخطاء من حراس المرمى. حتى شفنا نوير يحاول يتخلص من الكرة أبعد ما يمكن حتى لا يقدر يعيد سيناريو ريال مدريد وبايرن ميونخ. باريس سان جيرمان وديمبلي اللي عم ينفجر بالمراحل الإقصائية. ديمبلي بتحسه مثل الدب يلي بينام بيعمل سبات شتوي وبيستيقظ بالصيف، والصيف عنده هي المراحل الإقصائية اللي عن طريقها تتوج بالكرة الذهبية البالندور. بالنسبة للمهاجم الثاني اللي على الطرف الثاني اللي هو هاري كين. هاري كين شفناه هو مهاجم عصري وقديم بنفس الوقت. عصري بأنه بيرجع لخط ال 16 تبع فريقه، بيستلم وبيصنع لعب، ومهاجم تاريخي أو مهاجم صندوق رقم 9. شفناه بأنه سجل اليوم عن طريق ولو أنه من ركلة ثابتة، لكن ساعد كتير فريق بايرن ميونخ أنه يعود بالنتيجة، خصوصا بعد ما تقدم بالنتيجة عن طريق ضربة جزاء. ومن ثم باريس سان جيرمان أعاد الكرة مرة ومرتين وثلاثة، اللي أصبحت النتيجة 5-3 عفوا 5-2 لباريس سان جيرمان. لو انه فريق تاني غير بايرن ميونخ، انا باكد لكم انه بايرن انه الفريق راح ينهار تماما. ولكن هي تحسب لكومباني واللي كان ما كان موجود على دكة بدلاء بايرن ميونخ بسبب الحرمان الاوروبي، لكن تحسب لبايرن ميونخ وطريقة لعبه وطريقة السيطرة النفسية على اجواء المباراة. فريق تاني بيقول لك نص نهائي دوري ابطال اوروبا عم بيلعب ضد باريس سان جيرمان بارض باريس، تلقيت 5 اهداف وانا لساتني
بهدفين. فذهنيا وجسديا ونفسيا اللاعب ينهك، أو الفريق ككل يقول إنه خلص سلمنا الأمور، خلينا نحافظ على النتيجة قدر الإمكان. شفناها مع أكثر من فريق كيف بينهار بس يتلقى. ولكن بايرن ميونخ عاد، والعود أحمد، يعني عمل اللي بيقدر عليه وزيادة. إنه بايرن ميونخ عطى رتم أو عطى رمق له ليكون في أمل بمباراة العودة. ولكن هون في نقطة صغيرة بدي نبه عليها، أنه لا يلام فريق إنتر ميلان بخسارة نهائي دوري أبطال أوروبا من باريس بنتيجة 5-0، لأنه شفنا باريس بس يجد الجد. باريس مرعب صراحة، وخصوصا بالشق الهجومي. الشق الدفاعي لازم يركز عليه إنريكي أكثر، لا يكون في تساهل، لأنه شفنا الفريق عم يهجم ب10 لاعبين، عم يهجم بطريقة مرعبة كتير، لكن شفنا فوت لويس دياز قدر يستحوذ على الكرة ويسجل هدف تقليص الفارق إلى هدف واحد عن طريق هذه المباراة. المباراة لازم ينشغل عليها من قبل المدربين بمسألة الدفاع. ما بعتقد مباراة الإياب راح تكون بهذه النجاعة الهجومية، راح يكون في احتفاظ أكثر، خصوصا أن الفريقين استهلك بدنيا. على المستوى الدوريات بايرن ميونخ هو مرتاح أكثر من باريس بسبب أنه حسم الدوري بالجولة قبل الماضية، لكن باريس عنده لسه 3 أو 4 مباريات لحسم الدوري. لنشوف معطيات المباراة القادمة اللي راح تكون بالأليانز أرينا بميونخ بألمانيا، مين راح يقدر يصعد إلى النهائي في استاد في بودابست ببوشكاش أرينا. لنشوف هل بايرن ميونخ راح يقدر يستحوذ على الكرة أكثر ويصعب المهام على باريس ويقصي باريس بالإياب، أو باريس راح يعيد الكرة يلي كانت باستاد الأمراء، حديقة الأمراء في باريس، ويقصي بايرن ميونخ ويكون أول المتأهلين من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وللمرة الثانية في نهائي دوري أبطال أوروبا. كان معكم معاذ، هاي تفصيل صغير لمباراة اليوم، وأشوفكم بمباريات قادمة. لا تنسونا من الدعم واللايك والاشتراك، والسلام.